2015 شهر 1 يوم 5. هذه السنة بالتحديد ابتدت أول تجارة لي في حياتي. طلعت من التحفيظ وأنا زعلان لأنه أنا كنت آخر واحد يطلع من التحفيظ. سويت طاعة وانضربت والأستاذ ما قصر معايا وأخرني كمان ساعة. طلعت من التحفيظ الساعة 5 العصر. كنت ماشي وأنا مظيوم وقافلة معايا كذا، كنت طالع الأرض كذا، إلا وفجأة أسمع صوت يناديني: يا تاحو يا تاحو. رفعت راسي أبى أشوف مين قاعد يناديني، إلا وأشوف أبو عزة وقاعد يجري اتجاهي. كان باين عليه إنه فرحان. أول ما وصل عندي قلت له: إيش بأمك فرحان أنت كده؟ أنا زعلان، أنت فرحان كيف؟ ما كثر معايا، على طول رفع يده. طالعت في يده وعطيتها ابتسامة عريضة وصرخت من الفرحة. حتسألوني ايش شفت يا تاحو؟ ابو عزة كان ماسك عصير سنتوب، بس لمحت انه في زاوية عصير السنتوب كان في صورة. هذا معناه يا عزيزي المشاهد انه موسم الدفاتر قد عاد من جديد، دفتر السنتوب. طيب انا متأكد انه في ناس كثيرين ما يعرفوا ايش هو دفتر السنتوب او ما عاشوا زمن دفتر السنتوب. بشكل مختصر، ايام زمان شركة السنتوب كانت تسوي لنا موسم في كل سنة. الموسم هذا كان يستمر لمدة 3 إلى 4 شهور. فكرة الموسم انك تشتري دفتر سنتوب، والدفتر هذا يكون فيه له 30 صورة مفقودة. الصور هذه المفقودة تكون موجودة في زاوية العصير نفسه، فانت بدورك يبغالك تجمع ال 30 صورة هذه كلها وتوديها لشركة السنتوب، وهنا يعطوك جائزة انت وحظك. ممكن يطلع لك فرفيرة، ممكن يطلع لك ايباد، ممكن يطلع لك مسدس ابو كلب، ممكن يطلع زي كذا. اتمنى انكم فهمتوا. خلونا نكمل القصة. بعد ما ابو عزة غير مودي وخلاني افرح، جاب يمشي من عندي. قلت له: وين رايح؟ قال لي: بروح اعلم العيال. قلت له: يرحم جدك لا، يرحم ابو جدك لا، خلينا احنا في البدايه نستمتع، بعدها هم يستمتعوا ان شاء الله. طبعا عشان تجمع صور السنتوب عندك 3 طرق. الطريقه الاولى انك تدور علب السنتوب كذا في الارض، فاهمين كيف كذا؟ وغالبا الطريقه هذه فاشله، ينتهي الموسم وانت ما جمعت حتى دفتر واحد. عندك الطريقه الثانيه هذه مو اي احد يقدر يسويها. الطريقه هذه للاغنياء بشكل مختصر. يعني معاك فلوس، روح اشتري كرتون كامل سنتوب وعبي فيها الدفتر. ادفع 13 ريال عشان اعبي دفتر واحد. اما بالنسبه للطريقه الثالثه والاخيره واللي كل الناس كده ماشيين معاها، وطريقه ناجحه الصراحه، بس انه يعني تجمع الصور بالحرام والعياذ بالله. الطريقه الثالثه هي انك تفشخ صور السنتوب من البقالات، تفشخ الصور وتلصق جدها تحت التيشيرت هنا، فاهمين كيف؟ يعني ما حد بيشوفك مستحيل. واذا انت حرامي مره متطور وما تبغى احد يقفطك، تلصقها في البطاطس. بس الصراحة مع استعمال الطريقة هذه لعيال الحارة كلهم، مو أي بقالة تلقى منها صور يا حبتي. عادي يعني تلقى البقالة هذه انفشخت، تدور لك بقالة ثانية، فاهمين كيف؟ والأفضل إنه يكون عندك بقالة سرية كذا ما حد يعرفها. المهم، بحكم إنه أنا وأبو عزة أول ناس كذا عرفوا الهرجة دي، قلنا على طول أطرف بقالة حنبدأ فيها. وأطرف بقالة كانت عبد الصمد للمأكولات الغذائية، بالله يسامحنا الله يسعدك. دخلنا البقالة أنا وأبو عزة واتجهنا لثلاجة السنتوب. أول ما وصلنا للبقالة انصدمنا إنه كل السنتوبات مفشوخ منها الصور. متى عرفتوا الخبر اساسا؟ بسم الله ما شاء الله. طلعنا في بعض انا وابو عزه على طول رحنا للبقاله الثانيه. اول ما وصلنا للبقاله الثانيه، للاسف يا اخوان، لقينا 2 من عائله معروفه في الحاره. خلونا نسمي العائله ذي عائلة الفاسدين. العائلة دي يا اخوان معروفين في الحارة انه هم النمبر 1 في السرقة. عائلة الفساد متكونة من 20 شخص، وفي كل سنة هم أكثر ناس عندهم دفاتر سنتوب. ما لا تسألوني كيف. مو بس كذا، في كل سنة هم يتاجروا في الدفاتر هذه يا اخوان. كانوا يبيعوا الدفاتر الفاضية ب5 ريال، والدفاتر اللي فيها كل الصور ب10 ريال. المشكلة انه الدفتر نفسه صعب تجيبه، نادر كذا ما تلقاه في اي مكان. عشان تلقى دفتر السنتوب عندك 3 طرق، وال3 طرق هذه كلها صعبة. يا انك تشوف لك واحد كذا مدلع غني صاحبه ابو يومين كذا تفشخ منه الدفتر. يا اخي المدلعين كانوا مساكين يا اخي، يقعدوا يتعبوا في الدفتر كذا، يشتروا كل يوم نص ريال عصير يشيلوا بالحلال، فاهمين كيف؟ وفي الاخير ينفشخ منهم الدفتر. او انك تكون غني وتشتري كرتون كامل عصير سنتوب وتاخذ منه الدفتر بس، وهذا ما اعتقد انه في احد يسويها، حتى الاغنياء ما يسووه. او انك تستعمل الطريقه الثالثه وتروح لعائله الفاسدين وتشتري منهم الدفتر ب5 ريال. ما في طريقه رابعه نهائيا، كلهم اصعب من الثاني. المشكله كنا نسمع نظريات انه عائله الفاسدين ابوهم هو السنتوب نفسه يا حبتي، لانه ما حد يعرف من وين يجيبوا الدفاتر هذه، فاهمين كيف؟ بس المشكله انه ابوهم كمان كان يبيع معاهم الاشياء هذه، حتى ابوهم حرامي يا حبتي. المهم لما شفنا 2 من عائلة الفاسدين في البقالة دي، خلاص ايقنا انه دام وصل الكلام هذا لعائلة الفاسدين، خلاص كل
كل البقايا اللي في الحاره طفرت. تحطمت امالنا انا وابو عزه وسحبنا على الموضوع، خلاص ما حرقنا اعصابنا ولا دورنا على بقايا الثانيه. قعدنا نمشي انا وابو عزه وكنا زعلانين لابعد درجه، كل خطوه ناخذها كنا ندعي على عائله الفاسدين عيال. قعدنا نمشي ممكن ساعه لين